آخر بطولة حققها الأهلي قبل كأس آسيا والسوبر هي درع يلو. طبعا هذا كابتن الأهلي يرفع الدرع. فالأهلي حقيقة يعني بحاجة إلى سنوات عشان يحقق كأس الملك أو الدوري، لأن دائم مستوى أي نادي يطلع بالتدريج، والأهلي لازم يتدرج بالمستوى عشان يحقق الإنجازات الكبيرة، بحكم أنه حديث عهد بالدوري السعودي يعني. والآن الأهلي يقدم مستوى قوي في الدوري ونافس على البطولة، لكن خرج من كأس الملك بالحظ بضربات الترجيح أمام الهلال يعني. بعض الجماهير لها رأي مختلف، يقول للتاريخ أسوأ هلال في التاريخ مقابل أقوى أهلي بالتاريخ، ما استطاع أن يفوز بمجهوده، احتاج حكم يساعده على أرضه وبين جمهوره. يعني صحيح كانت مباراة الهلال والأهلي قوية بين الفريقين في كأس الملك، وكانت الكفة تميل للأهلي بحكم الاستحواذ والفرص الضائعة، لكن ضربة الجزاء للأهلي حين احتسبت من وحي الخيال. الإعاقة كانت خارج المنطقة، والحكم رجع للفار واحتسبها بلنتي بعد ما كانت فاول. يعني بعض محللين التحكيم قال انها فاول يعني وليست ضربة جزاء. كان يعني من المفترض ان الهلال يخلص المباراة في اللقاءات الاصلية، لكن امتدت الاشواط الاضافية وضربات الجزاء يعني بتوفيق من الله ثم براعة حارس الهلال بونو، يعني افسد على الاهلي طموح التأهل نهائي لكأس الملك، وخرج من البطولة بخفي حنين. والهلال يعني يستحق التأهل بحكم الاستحقاق الهلالي لقب النادي الملكي واكثر نادي يحقق الانجازات والالقاب في السعوديه، فهذا شيء ما بغريب على الهلال زعيم اسيا. ويتوقع بنسبه كبيره ان الهلال بيتوج بكاس الملك لانه يلعب امام الخلود في النهائي. ويعني هذا ما بتقليل بنادي الخلود، لكن فارق كبير بين الناديين، يعني فارق في الامكانيات كبير جدا بين الناديين. وشكرا لكم.